السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهاردة بثلاث بطاطسات. هتعملي أكلة حلوة وموفرة ودمبري في الظروف اللي احنا فيها دي. طبعا معانا 3 بطاطسات وبصلتين وبهاراتك زي ما انت عايزة، ومعلقتين صلصة. طبعا اعملوا لايك يا بنات عشان يوصلكوا كله جديد. فلفل، كمون، مكعب مرقة، كزبرة، بابريكا. معانا هنا الحلة على النار. بعد ما نحط الحلة هتنشفيها نشغل البوتاجاز كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب حلة معانا كده ومعلقة، نسخن الحلة وهنحط الزيت، مادة دهنية زي ما انت عايزة، زيت، سمنة، اي حاجة طبعا ما انت بتطبخي الرز. هي اكلة بسيطة وسهلة واكلة الشتاء يعني. خليكم معايا اخر الفيديو هتشوفوا شكلها جميل اوي وموفرة يعني في الايام اللي احنا فيها دي. معلقتين الصلصة دول بيدوا لون حلو اوي للرز. بهارات، كزبرة، فلفل اسود، مرقة، كمون، بابريكا. معانا الثلاث بطاطسات قطعناهم وغسلناهم غسلة حلوة كده وصفيناهم وحطيناهم في طبق معانا. اول حاجة هتيجي وتحط البصل في الزيت. ده اول حاجة اوريكم دلوقتي. طريقة سهلة وبسيطة. انا حطيت سنة بصلاية كده اختبر سخونية الزيت. بعد ما شفت الزيت سخن اهو، هنحط معانا البصل مكعبات صغيرة كده. هنيجي ونحط شوية ملح كده من المقدار اللي معانا بتاع الرز. سنة ملح صغيرة عشان تشرب المية بتاعة البصل وتحمر بسرعة. خلاص يا بنات، لان البصل طبعا فيه مواد سايلة. المواد السائلة دي بتنزل مع الزيت فين وفين لما بتنشف وبتحمر البصل. بس الملح معلومة حلوة يعني، الملح بيمص المية بتاعت بيضيع المية اللي في البصل. خلاص يا بنات، انا نقلت الكاميرا كده، معلش الاضاءة صعبة شوية. هتفضلي تقلبي في البصل لغاية ما تاخد لون حلو كده وجميل. عارفين يا بنات؟ اللي تشوف القناة بتاعتنا يا بنات تعمل لايك وشير واشتراك، فعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لان فعلا والله العظيم الواحد بيتعب في الفيديوهات بس ما بيلاقيش مشاهدات ولا حاجة. بس يلا الصبر حلو ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويرزق الجميع يا رب وحقق لكل واحد امنيته. اللهم امين يا رب العالمين. وسع ارزاقنا وارزاق المسلمين اللهم امين. وربنا يرزق كل من كان محتاج يا رب. طبعا ما فيش واحدة بتعمل شغل وبتتعب الا وربنا بيجازيها يعني. الحمد لله، الحمد لله، ربنا كبير وامنا في ربنا ان شاء الله باذن الله. لا في عبد ولا في انسان يعني، هو ربنا اتكلوا على الله ونحلم وربنا هو اللي هيحقق احلامنا. كان في ناس قبلنا وربنا كرمهم كانوا بيحلموا زينا كده بالظبط وربنا اداهم. ما امين يا رب العالمين. طبعا البصل بدأ ياخد لون معانا. اول ما ياخد لون معانا يا بنات هننزل بالصلصة اول حاجة خالص. بتقطع اللون اللي هو الغامق اللي بيبقى في البصل عشان ما يتعبش المعدة. واخدين بالكم يا بنات؟ نزلته كده بسرعة كده وتقوم جايه حاطه البطاطس بسرعة. انا سرعت لكم الفيديو يا بنات عشان اقصر عليكم الفيديو. وهو بعد ما قلبتهم شايفين اللون جميل ازاي. غسلت الطبق كده بشوية مية عشان الصلصة اللي فيه يعني.
روتين بسيط كده وهناكل ايه، هنشرب ايه، قلنا نختصر اكل الشتاء. جميلة قوي، طبخة حلوة اسمها صيادية البطاطس او المدفونة، بطاطس مدفونة. اعملها لولادي، جميلة بصراحة. حطينا فوق البطاطس الملح والبهارات بتاعتنا، بهرناها. هنغطيها يجي 5 دقايق او 3 دقايق بالكتير خالص، ما تسيبهاش اكتر من كده عشان ايه ما تتهريش معاكي. 3 دقايق 4 دقايق ترجعي تاني وتقومي ايه، مغطيه كشفاها وحاطه لها الميه بتاعتها. ما نسيبهاش تستوي لان البطاطس ما بتاخدش سويه ثواني، عشان لما تحط الرز البطاطسية تبقى كده بحالها وشكلها حلو. خلاص يا بنات، احنا معانا هنا نص كيلو رز اهو، شايفين ما خدتش اي حاجه. حط الميه بتاعتك طبعا ما انت حاطه الرز. عايزه تصفي البصل من على الوش صفيه، مش عايزه براحتك، هو كده كده مش هيبان في الرز يعني، وهتشوفوه في الاخر. حطينا مقادب الملح بتاعنا. اكله سهله وبسيطه وموفره بصراحه، طبعا ما عادش في حاجه موفره يعني. بعد ما غلت كده هنيجي ونحط الرز بتاعنا، شايفين اللون ذهبي جميل ما شاء الله عليكم. اهو قلبنا البطاطس، شايفين البطاطساية يا دوبك لسه ما دخلتش في مرحلة السوية، سنة بسيطة عشان هي تستوي في الرز. حطينا الرز بتاعنا، زودنا ميتنا عشان لما نحط الرز يبقى هي المية ايه سخنة. في بصل كده على الوش يا بنات، ممكن لو عايزة تشيليه شيليه، مش عايزة براحتك، هو مش بيبان يعني في الرز. شايفين لونها دافي وجميل ازاي. نزلي الرز بتاعك وظبطي رزك. قلبنا الرز يا بنات 5 دقايق 10 دقايق بالكتير خالص، وهدي النار. اول ما تغلي غلوتين تقومي مهديه النار وتسيبها تستوي براحتها، وما تقلبيش فيها كتير عشان البطاطس تفضل سليمة على الوش. خلاص يا بنات، في حاجات صغيرة كده ممكن تبوظلك الاكلة. انت لو فضلتي تكشفي وتقلبي وتكشفي وتقلبي تكشفي وتقلبي في الرز، البطاطس نفسها هتختفي في الرز. شايفين يا بنات ما شاء الله، طبق الرز جميل كده صغير كده وشكله حلو. عملنا وردة من طماطمايه كده صغننة. شايفين البطاطس سليمة زي ما هي في الرز ازاي، والرز برزتها لا معجن ولا حاجة. قطعنا طبقين سلطة كده عدد افراد الاسرة، ما شاء الله بالهنا والعافية. جربوها يا بنات، واللي تجربها تديني رأيها في التعليقات. اهو شايفين، اوريكم البطاطس دلوقتي وهي مستوية اهو، بسم الله ما شاء الله، لونها تحفة ولونها جميل، وبالهنا والشفا. يا ريت تجربوها وقولولي رأيكم فيها في التعليقات. شايفة البطاطساية زي ما هي ما شاء الله زي الفل، وطعمها جنين. يلا يا بنات قوموا اعملوها، اكل الشتا بتدفي جميلة وزي الفل. اعملوا لايك، اعملوا لايك. انا هنا بقول لكم اعملوا لايك يا بنات، شجعونا بقى، ربنا يكرمكم يا رب. انا بحبكم قوي كاخواتي واحسن اخوات ليا في الدنيا،
وعيلتي التانية ربنا يبارك لي فيكم يا رب، اللهم امين.